تعالي بشوية دقيق ومية نعمل شوية فطير من بتوع أمهاتنا زمان. ما حصلش. فاكرين زمان لما كانت أمهاتنا بتعملهن، لما ما يكونش فيه عيش أو يكون فيه غموس، يروحوا مثلا عاملين لنا شوية دقيق وشوية مية ويعملوا لنا أحلى فطير مقلي. زمان أمي ربنا يديها الصحة كانت بتعملهن وهتحطه في التلاجة، وعلى آخر واحدة نبقى بنتخانق مع بعض عليه. تعالوا نعمله النهاردة بأحلى طريقة، وبيكون مورق معاكي زي الفطير المشلتت بالظبط وأحلى كمان. تعالوا نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا نص كيلو من الدقيق، عليهم ذرة من الملح، وعليهم نص معلقة من البيكنج باودر. هخلطهم كده مع بعض كويس، وهنزل عليهم بكوباية دافية من المية، وهبتدي ان انا اعجنهم مع بعض. وحبيبة قلبي، لو بتشوفيني لأول مرة وبتشوفي قناتي لأول مرة، انا قناة مروة عبد العظيم. تقدري تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. هبتدي دلوقتي ان انا اعجن واحط المية شوية شوية لحد العجينة ما تلم معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو عجينة كده بتلزق حاجة بسيطة كده، هي خلاص كده بقت تمام. فضلت ازود لها المية شوية شوية لحد ما بقت معايا بالشكل ده. هدهن دلوقتي الرخامة بالزيت، وهقطع عليها الكور بتاعت العجين. هقطع العجين بتاعنا لكور صغيرة كده متساوية، اهو كده بالشكل ده كده. وهقطع كده، هقطع كور صغيرة كده. وطبعا دهنين الرخامة بالزيت علشان العجينة ما تلزقش معانا. اهو بالشكل ده كده هكور واقطع. ايوه بالشكل ده كده، كوري وقطعي بالشكل ده كده. اهو بعد ما خلصناهم كده تقطيع، هبتدي دلوقتي احطهم كده على جنب. وهبتدي ان انا اجيب اول واحدة كده قطعتها، وهبتدي ان انا افردها بالشكل ده كده زي الفطير المشلتت بالظبط اللي احنا بنعمله، بس دهنها بالزيت، دهنة بسيطة كده من فوق بالزيت علشان يتفرد معايا بكل سهولة كده. احط زيت كده وافرد اهو بكل سهولة كده بالشكل ده. احط الزيت كده وافرد على طول كده. هبتدي ان انا اجيب الجنب ده كده وهطبقه كده زي ما يكون بنطبق ورقة بالظبط. اهو طبق كده من الجنب ده ومن الجنب ده كمان. وهبتدي ان انا اقلبها كده وبرضو ارجع افردها تاني. ما تنسوش ان احنا لازم نريح العجينة بعد ما نقطعها كور كده، نريحها شوية علشان دي يتفرد معانا بكل سهولة. اهو انا خلاص كده فردتها بعد ما طبقتهم كده زي ما انتوا شفتوا كده. هدهن بالزيت كده وافرد بالشكل ده كده. الولاد الصغيرين طبعا بيحبوا الفطير المقلي خالص، خصوصا لما يكون بالسكر كده، مرشوش عليه السكر كده. هبتدي دلوقتي ان انا اعمل واحدة كمان. طبعا هتقولي ازاي هاخدها كده واحطها في الزيت. انا كنت الكبيرة اللي زي كده بدهنها زيت كويس زي كده بعد ما افردها، واطبقها بالشكل ده كده كده. وبعدين اخدها كده على ايدي وافردها عند الصينية اللي انا هقلي فيها، افردها كده على ايدي واجي حطها على طول في الطاسة. انت بقى صغريها شوية، مش زي اللي انا عاملاها دي كبيرة. صغريها اكتر من كده شوية علشان تقدري تمسكيها على ايدك وتروحي جلبها في الطاسة على طول. انا اللي عملتهم بعد كده عملتهم صغيرين شوية، وجيت احطها على ايدي واقلبها كده بايدي في الطاسة اهو بالشكل ده كده. وهفضل اقلب فيها لحد لما تاخد لون ذهبي حلو كده معانا اهو. وطبعا بتبقى مورقة من جوه زي الفطير المشلتت بالظبط اهو. شايفين اللون؟ حط واحدة كمان. شايفين البيكنج باودر مخليها كده منفوخة كده ومبقللة كده ومورقة من جوه تحفة. تقدري ترش عليهم سكر بودر بالشكل ده كده، وتقدري تاكليهم حلو وحادق زي ما انت عاوزة. هوريكم دلوقتي التوريقة من جوه عاملة ازاي. شايفين
بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بجد بجد طعمه تحفة. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. سهل جدا ومش هياخد معاكي وقت خالص في الفرد، من غير ما تفردي بالدقيق ولا اي حاجة. تقدري تعمليه بسرعة والطعم تحفة. تقدري تاكليه بالسكر، وتقدري تاكليه بالعسل والطحينة بالشكل ده. جبت عسل كده وحطيت عليه طحينة، والطعم حكاية بصراحة. اهو هجيب واحدة معاكم كده، شوف التوريقة كده من جوه، شايفين؟ والله يعني بالظبط بالظبط زي طعمه زي الفطير المشلتت بالظبط. طري كده ومورق كده من جوه، وفي نفس الوقت كده في قرمشة كده حلوة. اهو شايفين؟ نقطع حتة كده مع بعض، ناخد لقمة كده من العسل بالطحينة. تقدري زي ما قلتلك تاكليه حلو وحادق. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.